بيبدأ فيلمنا يا صديقي مع ساشا وزوجها تومي أثناء مغامرة تسلق جبل ترول في النرويج، والرحلة دي استغرقت يا صديقي وقت طويل عشان يوصلوا لقمة الجبل. في اليوم ده تحديدا كان قدامهم حوالي ساعة بس ويوصلوا للقمة خلاص، ولكن محاولات ساشا في التسلق فشلت أكتر من مرة بسبب الإرهاق والتعب. فتومي طلب منها انهم يخيموا في النقطة دي لحد الصبح يعني عشان جسمها يرتاح وتقدر تواصل التسلق. وبالفعل الشباب خيموا، واثناء الحديث تومي قال لها انه ناوي يبطل ان هو يتسلق الجبال وان دي اخر مرة يتسلقوا فيها الجبال مع بعض. مبرره هو ان جسمه وصحته ما بقوش يتحملوا المجهود الكبير اللي بيبذلوا في التسلق، وقلقان يحصل حادث ولا حاجة. لكن ساشا رفضت القرار ده وقالت له كل مرة بتحس ان التسلق فيه صعوبة بتخاف وتقرر تعتزل. جمد قلبك كده وما تخافش من حاجة. بعد شوية حصلت عاصفة ثلجية قوية جدا، والشباب قرروا ان هم ينزلوا من النقطة اللي قاعدين فيها لنقطة تحت شوية عشان ما يتضروش من العاصفة. وبالفعل ساشا نزلت وبدأت تحط الخطاف في المكان اللي هيخيموا فيه، وورا منها تومي بيحاول ينزل ولكن وقع على دماغه كتلة كبيرة من التلج أفقدته الوعي ووقع من فوق قمة الجبل وللأسف مات. وساشا بقت لوحدها تواجه العاصفة والوحدة والبرد وحزنها على زوجها كمان. وبعد الأحداث دي يا صديقي ب5 شهور بنروح مع ساشا على أستراليا. وقتها ساشا كانت في طريقها لمغامرة تخييم جديدة في غابات جراند الأسترالية. وقبل دخول الغابات دي ساشا عدت على نقطة شرطة تاخد إذن دخول وكمان تسيب بياناتها عشان يعني لو حصل لها حاجة يقدروا يبحثوا عنها. وقتها الشرطي حذرها ان الغابات دي خطيرة جدا ومش صح تروح لوحدها، وفهمها ان كل اللي راح هناك مرجعش تاني، وورى لها صور لناس كتير مفقودين في المكان ده صديقي. ولكن ساشا ولا اهتم بالكلام ده تماما، وخلصت الاجراءات واخدت بعضها ومشيت. بعدها راحت الماركت تشتري شوية طلبات، وفي الماركت كان في كام شخص شكلهم بلطجية كده كانوا واقفين عادي، وسألوها لو محتاجة مرشد معاها هم في الخدمة في أي وقت. ولكن ساشا اعتذرت وشكرتهم على المساعدة. وبعدها سألت شخص شكله ابن ناس اسمه بن عشان يوصف لها من على خريطة أسهل طريق توصل منه للغابات. فبن ساعدها واقترح عليها مكان مش كتير يعرفه، قال لها ان الاجواء هناك ممتعه، وكمان قال لها ان المكان ده خطر جدا ويا ريت تاخد بالها. فساشا شكرته وكملت في طريقها. وبعد مشوار طويل جدا ساشا وصلت الغابه بسلام، بتكون الدنيا ليلت ومحتاجه انها تخيم عشان ترتاح. ساعتها الكام شخص اللي كانوا في الماركت البلطجيه دول عرضوا عليها المساعده وصلوا وراها، وواضح انهم يا صديقي جايين يضايقوها. ولكن ساشا دخلت جوه العربيه وسابتهم بره عاملين دوشه وبيحاولوا يخليها تقعد معاهم، ولما ما وصلوش لهدفهم زهقوا ومشوا. على تاني يوم الصبح ساشا خرجت من العربية واخدت القارب بتاعها الجميل ونزلت البحيرة. فضلت بقى تنطلق جوه المية وهي مبسوطة جدا، وبعدين نطت من فوق شلال كده ونزلت منطقة عميقة من البحيرة. في المكان ده بالتحديد بتلاقي كذا صورة لشباب مفقودين متعلقين على جذوع الشجر، والغريب بقى ان ساشا خيمت في المكان ده رغم معرفتها ان الشباب اختفوا هنا. على كل حال ساشا نشرت هدومها على جذوع الشجر عشان تنشف ودخلت تنام جوه الخيمة. اثناء نومها سمعت صوت حركة بره فخرجت تشوف مين. مشكلة انها ما بتلاقيش حد، ولكن بتلاقي هدومها وشنطتها اتسرقوا. فرجعت تاني الخيمة وللأسف بتلاقي تعبان جوه الخيمة حاول يهاجمها. فسريعا كده اخدت القارب بتاعها وبدأت تفتش على مكان تاني أأمن من ده عشان تخيم فيه. في طريقها كده بتشوف خيمة منصوبة ونار مولعة، ومن الواضح ان في حد موجود هنا. فساشا راحت المكان ده فضلت تنادي على صاحبه. فجأة ظهر بن الشخص اللي ساعدها في الماركت، واتضح يا صديقي انه صاحب المخيم. فساشا سلمت عليه وقالت له انت جيت هنا امتى؟ قال لها انا بخيم هنا كل اسبوع تقريبا. فساشا قالت له ان في حد سرق شنطتها وتليفونها وكل متعلقاتها حرفيا. فقال لها ولا يهمك، انا موجود هنا، اي حاجه محتاجاها هوفرها لك، وكمان عزمها تتغدى معاه. اثناء الغداء دردشوا مع بعض شويه، وساشا قالت له على الاشخاص اللي جم ضايقوها ليله امبارح، وقالت له كمان واضح انهم كانوا عايزين يخوفوني. قال لها بس انت طلعت شجاع الصراحه وما خفتيش منهم وما خفتيش من كلام الناس اللي اتقال عن المكان اللي انت رايحه ده. قالت له انت عرفت منين؟ قال لها عشان كنت موجود انا وراكي من اول ما وصلت على فكره، يعني شفتك ست ولوحدك وحبيت اطمن عليك. ساعتها ساشا شافت الحظاظه بتاعتها في ايد بن لاحظ انها عرفت ان هو اللي سرقها، وفي لحظتها تعبيرات وشه اتحولت تحسه شخص مجنون حرفيا يا صديقي. قال لها الحظاظه عجبتني فاخدتها، ودخل الخيمه جاب لها شنطتها والموبايل وكمان النشابه اللي بتضرب السهام دي، وقام مشغل اغنيه على موبايل ساشا وقال لها تقدر تختفي من قدامي لحد لما الاغنيه تخلص، ولو خلصت وانا لسه شايفك هضربك سهم اجيب اجلك. ايوه صديقي حرفيا ده اللي حصل. فساشا اخدت شنطتها وجريت بكل سرعتها من المجنون ده، راحت للقارب واخدته وفضلت تأدف وهي متوتره لحد لما القارب اتقلب بيها.
ولكن ساشا انقذت نفسها وفضلت تعوم لحد ما وصلت الشاطئ وبعدين اتحركت داخل الغابة. بالنسبة لبن المجنون فالاغنية بتكون خلصت وساشا اختفت من قدامه فعلا، وبرغم كده هو جري بكل سرعته حرفيا عشان يفتش عليها وعشان يخلص عليها. في الوقت ده ساشا كانت لسه بتتحرك في الغابة وسمعت صوت ناس فوق التل، فطلعت بسرعة تطلب منهم المساعدة. أول لما وصلت بتلاقي بن عامل لها فخ فاتح فيديو على الموبايل عشان يستدرجها، ودي الأصوات اللي ساشا سمعتها. وفي لحظتها بن ظهر وأطلق سهم على ساشا ولكنه ما جاش فيها، فساشا فضلت تجري وبن يصوب عليها لحد لما اتصابت في رجليها وللأسف وقعت من فوق التل جوه النهر. بدأت بقى تعوم بسرعة وخوف شديد لحد لما طلعت على الشاطئ، فقعدت تستريح شوية وأمنت على حاجتها في الشنطة، وبعد شوية قامت اتحركت تاني. المرة دي دخلت مكان زي كهف كده وبدأت تتسلق الصخور لحد لما وصلت قمة الكهف، ووقفت تبص بالنضارة المكبرة تراقب المكان حواليها، فشافت القارب بتاع بن مركون جنب المخيم بتاعه. وفي نفس اللحظة شافت بن ذات نفسه، وبن كمان شافها وجري ناحيتها عشان يهاجمها. على كل حال ساشا دخلت تاني جوه الكهف واستخبت تحت صخرة كده، فبن جه وفضل يعمل أصوات مرعبة شبه أصوات حيوانات الغابة عشان يخوفها، ولكن ساشا تملكت نفسها لحد لما أخد بعضه ومشي. بعدها ساشا خرجت من الكهف وبدأت تراقب مكان تاني، وشافت بن مشغول جدا بتسلق الجبال والنط في البحيرة. في الآخر هو كان بيلعب يا صديقي كده وعامل فيها طرزان، فساشا استغلت انشغاله ونزلت البحيرة وفضلت تعوم بهدوء لحد لما وصلت عند القارب بتاعه. وأما راحت تفك الحبل للأسف بن كان حاطط فخ في المكان ده، وساشا دست عليه ورجلها اتكلبشت. في اللحظة دي جري بن عليها وفضل يشدها من سلسلة الفخ لحد لما قربت منه، فساشا راحت بخت في وشه مادة كده بتحرق العين وبعدته عنها، وحاولت تجيب النشابة عشان تصوب عليه، ولكن بن كان أسرع منها وجري أخد النشابة وأخد منها البخاخ رمى بعيد، وبعدها فك الفخ من رجليها وقالت له أنت بتعمل إيه بس؟ هو أنت كده بتلعب معايا؟ يعني ده مفهومك عن اللعب؟ قال لها آه، وبعدين أخدها ربطها من إيديها ورجليها في جذع الشجرة، وعشان هو حنين جاب لها أكل وبدأ يأكلها. فساشا بصت له كده بقرف وقال لها مالك مش مبسوطة إني ربطك وبعذبك ولا يا جدعان مجنون أقسم بالله؟ فقالت له روح اتعالج يا عم عشان أنت مريض. قام بن شد الحبل اللي رابطها بيه ورفع إيديها لفوق وقال لها لما تحس بألم أبقى قوليلي. وعلى بالليل الدنيا مطرت وساشا يا عيني مربوطة ومتعذبة تحت المطر، وبين كان قاعد جوه الخيمة وقال لها الطقوس عندنا بتعتمد على الألم، كل ما تتألمي أكتر خوفك هيقل وهتبقي شجاعة أكتر. على تاني يوم بقى صديقي الصبح بنشوف بقى إن بن أخد ساشا وهي مقيدة معاه في القارب، واضح إنهم كده كانوا رايحين مكان تاني. في السكة كده بن قال لها إنه عارفها كويس وقرأ قصة وفاة زوجها على الإنترنت، وأثناء ما كان بن بيتكلم ساشا شافت آلة حادة كده جوه القارب وكانت عايزة تغفله وتضربه بيه، لكن بن حس إنها تغدر بيه فحدفها في النهر وربط الحبل المربوطة بيه في القارب، وطول الطريق فضل ساحبها وراه لحد لما وصلوا فوق قمة كهف كده، والاتنين تسلقوا لحد لما نزلوا قاع. وهناك ساشا بقى بتشوف أسوأ منظر شافته في حياتها. أيوة صديقي، تشوف جثث الناس المفقودة مقيدين ومتعلقين جوه الكهف. وبين بدأ يحكي إن القبائل القديمة عندهم معتقدة إن الإنسان عشان يبقى شجاع لازم يأكل اللحم البشري ويستمتع بيه. ساعتها ساشا فضلت تصرخ من العبث اللي بيحصل ده، فبين هداها كده وقال لها أنت شايفاني مجنون بجد؟ قلت له انا شايفه ان في ناس كتير اذيتك اللي انت فيه دلوقتي بسببهم. ساعتها بن اتاثر بكلامها وخلع طقم السنان من بقه، وبنشوف اسنانه الحقيقيه اللي كانت مدببه وشكلها مخيف جدا. سريعا كده اختفى من قدام ساشا وسابها تتلفت حوالين نفسها، ولكن بعد وقت بسيط جه سحبها وربطها من ايديها في جرار كده زيها زي الجثث اللي شفناها من شويه. وقتها ساشا شافت صوره ست شايله طفل صغير وسالت بن هي دي والدتك؟ قال لها اه والدتي، كانت اكتر واحده مميزه بالنسبه لي عشان كده احتفظت بيها جوايا، قصده يعني انه اكلها عشان تصدقوا لما اقول لكم ان هو مجنون. وبعدين بقى قرب من ساشا وقال لها انت كمان مميزه وهحتفظ بيك جوايا. قالت له تصدق انك مجنون فعلا وما تستحقش الشفقه، وهوب لفت رجليها على وسطه شلت حركته تماما وعضته من ودنه لحد لما طيرتها حرفيا. وقتها وقعت من على الجرار وفضلت تتدحرج لحد لما وقعت في البحيره، ولكن بن كان رابط طرف الخيط المربوطه بيه على وسطه ووقع معاه، والاثنين فضلوا يعوموا لحد لما وصلوا الشاطئ. ساعتها ساشا ضربته بحجر على دماغه عشان توقعه على ما تفك نفسها، ولكن بن ما تأثرش بالضرب وفضل يقاومها وحرفيا خنقها وكان على وشك انه يخلص عليها، ولكن تراجع على اخر لحظه. في المجمل يعني ساشا كانت لسه مصره انها تخلص منه، فضربته بالحجر على رجليه كذا مره لحد لما كسرتها،
فبين اترمى على الارض وقعد يصرخ من الالم. ساشا ساعتها اترمت جنبه وفضلوا الاتنين مرميين على الارض من التعب لحد تاني يوم. ساشا شافت الحشرات اتلمت على جرح بن واكيد هتنقله العدوى، فسالته هناخد وقت قد ايه على ما نخرج من الغابه؟ قال لها لو خدنا الطريق ده تقريبا هنوصل بعد 12 يوم، ولكن لو تسلقنا الجبل هنوصل بعد يوم واحد. قالت له حلو قوي، تعالى فكني وخلينا نطلع الجبل سوا. قال لها هتسلق ازاي ورجلي مكسوره؟ قالت له انا هساعدك، ولو رفضت نتسلق هفضل قاعده جنبك لحد لما تموت بسبب تلوث جرحك، وبرضه هتسلق الجبل في الاخر وهنقذ نفسي، ولكن لو احنا طلعنا الجبل مع بعض هساعدك توصل للمستشفى وتتعالج. قال لها تمام، انا هفكك ونعمل اللي انت قلت عليه، ولو وصلنا للقمة هطلق سراحك، ولو غدرت بيا وحدفتني في الطريق هاخدك معايا ونخلص احنا الاتنين. قالت له خلاص اتفقنا. وبالفعل بن فك قيود ساشا، وساشا ظبطت أحزمة الأمان وبدأ انهم يتسلقوا الجبل مع بعض. ساشا كانت سابقاه بمسافة لأنه بيستخدم رجل واحدة في التسلق. عامة يعني ساشا وصلت لنقطة معينة كده وحاولت تفك الرباط من على وسطها اللي بيربطها ببن، ولكن بن اخد باله وشد الحبل ووقعها جنبه وقال لها مش قلتلك لو غدرتي هاخدك معايا؟ قالت له مين قالك ان انا هغدر، انا بس بظبط الرباط عادي. ساشا رجعت تتسلق تاني وبرضه سبقت بن لحد لما وصلت عند نقطة كده بن مش بيكون شايفها فيها وبيكون موجود هناك جذع شجرة، فساشا ربطت الحبل اللي بن متعلق فيه في جذع الشجرة وبدأت تفك الرباط اللي على وسطها اللي بيربطها ببن، ولكن بن لاحظ انها تغدر بيه ففضل يشدها عشان يوقعها، بس ساشا مسكت في الحجارة كويس ومن قوة شد بن للحبل الحزام وقع من على وسط ساشا وبكده بتكون اتحررت منه تماما. في اللحظة دي ساشا فكت الحبل من جذع الشجرة وحدفت بن من فوق الجبل وخلصت عليه، واخيرا اتخلصت من المختل ده، ولكن كان لسه قدامها رحلة طويلة عشان توصل لقمة الجبل، في حين ان مفيش اي مساعدات زي حزام امان، حبال، خطاف. حرفيا هي هتعتمد على نفسها وعضلات جسمها اعتماد كلي، وبدأت بقى تتسلق الجبل برغم الخطورة اللي هتواجهها، ولكن ما عندهاش حل تاني يا صديقي. فضلت تتسلق وتقع وتمسك في حجر وتطلع وهكذا لحد لما وصلت قمة الجبل بسلام. بعد شوية وقت بدأت تتحرك في الغابة لحد لما بنشوف عربية فيها بنتين يا صديقي جايين سياحة. وصلوا المكان وسألوها لو محتاجة مساعدة، قالت لهم أكيد أنا محتاجة تاخدوني للعربية بتاعتي، وبالفعل البنات وصلوها لمكان العربية فأخدتها، وفي طريق الرجوع عدت على نقطة الشرطة وقفت تبص على صور المفقودين اللي هي شافت جثثهم بالفعل في الكهف، وقالت للشرطي أنا عارفة مكان المفقودين دول فين وكمان شفت جثثهم بعيني. وبعد البلاغ ده بنشوف الشرطة وصلت الكهف فعلا وأخدوا جثث الضحايا، وأخيرا اتعرف سبب اختفائهم ومين اللي عمل فيهم كده. بعدها بنشوف ساشا راحت قعدت عند شاطئ البحر تفتكر ذكرياتها مع جوزها تومي وابتسمت. لحد هنا انتهت أحداث الفيلم